من الهجرة المملكة العربية السعودية. واقعا اسمعوني هنا ولو أريد أن أخرج لدقيقة واحدة دكتور. انظروا أنه إحنا المصادر اللي نستعملها كلها مصادر مطبوعة أين؟ مطبوعة في المملكة العربية السعودية، إما في الرياض إما في المدينة وإما أو مطبوعة في بيروت في مطابع دار الكتب العلمية وغيرها، وهي طبعات ماذا؟ طبعات حديثة. النقطة الثانية، إذا أننا لا نستند إلا إلى أعلام المسلمين، يعني الطبقة الأولى من علماء المسلمين، أمثال الشوكاني وأمثال ابن كثير وأمثال الذهبي وأمثال ابن حجر، وهذه الطبقة التي تعد هي الطبقة الأولى من علماء المسلمين. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أننا لا نستند إلا إلى الروايات المصحح عندهم والمحسنة عندهم والمقبولة عندهم، لا أنها المرفوضة. أنا واقعا إذا أراد الطرف الآخر، هؤلاء الذين يخرجون في الفضائيات ويأخذون بأيديهم إما قطعة من الورق التي لا يعلم أصلها من فصلها، أو يضعون أمامهم كمبيوتر ولا نعلم أنه أين صدقها من كذبها، أو ينقلون لنا من كتب، هذه الكتب طبعاتها حجرية قبل 50 سنة و100 سنة و200 سنة. إذا أرادوا أن يكون البحث علميا معنا مع أتباع مدرسة أهل البيت، لا بد أن يراعوا ماذا؟ هذه النقاط. وهذه بودي أن المشاهد الكريم عندما يسجل مداخلات في هذه الفضائيات التي في هذه الأزمنة كثرت كثيرا، وبحمد الله تعالى كلها الآن بصدد أن تجيب على كثير من الأسئلة التي نحن نطرحها هنا. أنتم ستجدون بعد ذلك أنه في الأسبوع القادم تجدون الدفاع المستميت ماذا؟ في صلوات الجمعة وفي الفضائيات عن أمين الوحي معاوية. إذا أرادوا أن يدافعوا لابد أن يلتزموا ماذا؟ بهذه الأسس الثلاث. أولا أن يأخذوا الكتب المطبوعة حديثا في أهم المطابع المعتبرة. وثانيا أن يكون الكتاب للعلماء الذين هم من الطبقة الأولى من علمائنا، لا أن يذهبوا بأسماء نكرة لا نعرف أولها من آخرها. وثالثا أن يأتوا بالكتاب، لا أن يستندوا إلى كتب حجرية. والغريب أنه أنا عندما أرى بعض الكتب التي يخرجونها حتى لصحيح البخاري ومسلم، يظهر أن هؤلاء لا يطالعون حتى صحيح البخاري ومسلم، لأنه وجدت أنهم ينقلون من طبعة، هذه الطبعة طبعة حجرية مولانا مطبوعة قبل 50 سنة. يظهر أن هؤلاء أساسا لا يوجد في بيوتهم مكتبات علمية بذاك المعنى، وإنما فقط يدخلون على الكمبيوتر وهذا المصدر وذاك المصدر. وأنتم تعلمون التلاعب في الكمبيوتر والمواقع كثير جدا. المهم، تفضل.